صوت الصحافة، نبض الخبر. كشف تقرير صحفي عن مفاجأة كبيرة تخص مستقبل نجم المغرب الشاب أيوب بوعدي الذي خطف الأنظار في مباراة أسود الأطلس أمام البرازيل أمس في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026، حيث سيطر لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عاما على مجريات المباراة، وقد أعاد هذا الأداء المميز إشعال الجدل حول مستقبله مع نادي ليل في ظل تنافس أندية كبرى عليه مثل باريس سان جيرمان وأرسنال وريال مدريد. لكن قبل تألقه أمس كان هناك عملاق أوروبي قد رصد اللاعب الشاب واتخذ خطوة في طريق ضمه، إذ أفادت مصادر إعلامية أن كشافة ليفربول سافروا إلى ملعب ميت لايف في نيويورك خصيصا لمشاهدة أيوب بوعدي يلعب. ولا شك أن إدارة الريدز قد انبهرت بما شاهدته ليلة السبت، وبات اللاعب مطلوبا بقوة أكثر من أي وقت مضى. وأكدت المصادر نفسها أن أمرا واحدا بات مضمونا، وهو أن أيوب بوعدي سيكون شخصية محورية في سوق انتقالات نادي ليفربول. صوت الصحافة، نبض الخبر.